امتى المفروض تعمل جراحة لو كان عندك مشكلة الديسك او مشكلة الغضروف زي ما بتسمع عنها او الفقرات؟ غالبا اول ما بيجيلك المشكلة دي او تعرف حد جات له المشكلة دي دايما بيجي على ودنك انك لازم تعمل جراحة عشان تخف الالم وتقدر تتحرك بشكل كويس. وفعلا الجراحة بتخفف الالم وبتخليك تمشي بطريقة احسن، لكن الجراحة ما بنوصفهاش او مش لازم تاخدها الا وجود عرضين مهمين جدا اذا تواجدوا عندك لازم على طول جراحة، لكن لو مش متواجدين اياك تجرب جنب الجراحة. ايه هما العرضين دول؟ اول حاجة ضعف في العضلات. مثلا لو في ديسك من الناحيه العضليه هو المؤثر هتلاقي ان رجلك مثلا فيها ضعف بالمعنى الحرفي، يعني مش قادر تحركها بشكل كويس. تاني حاجه الالم، هتلاقي ان الالم في المنطقه دي اللي هي في منطقه العضلات سواء الرجل او اليد اختفى، يعني مفيش الم وفي ضعف. على العرضين دول بس انت لازم تخش جراحه النهارده قبل بكره، عشان كل ما هتطول والعصب متداس عليه بسبب الغضروف كل ما هتلاقي ان المشاكل دي زادت. فاول ما يظهر العرضين دول يبقى ده هو المقوم الوحيد عشان تعمل جراحه، غير كده ما تعملش اي جراحه.